شبيك علا، لك انت ليش ما عم تفهمي علي؟ حازم شو هاد؟ بلاها العصبية شلقت الناس علينا. لك انا مو هاممني الناس ومو هاممني حدا. قولي لي مين هو ولي امرك لحتى روح اطلب ايدك منه. حازم افهمني، أنا ماني حاجب عندك تقلي تعي بيجي وروح بيروح. أنا إلي رأيي، ما بكفي يكون أنت بدك ياني، أنا كمان لازم كون بدي إياك. وانتي بدك ياني. انا بعرف انه من جواتك بدك ياني، بس انتي ما بتعرفي. بكره بس نتزوج رح تكتشفي هالشي. حازم الله يخليك فهمني. انتي فهميني. خلص قوم نمشي وعلى الطريق بنكمل حديثنا. قوم. بدك تضحكي علي؟ بدك تصرفيني لحتى تروحي تشوفيه؟ لك فشرتي انت وياه انكم تكونوا لبعض وانا ابقى برا. بدمره، بحرقه، بنهيه من على وش الارض. لك انا حازم. انت شربت كتير وبلشت تخبص وتغلط. اذا بتريد وصلني قبل ما تقضي على اخر ذره حب لك جوات قلبي. لا تقولي يا علا، لا تقوليها. معقول ما بقي من حبك إلي إلا ذرة واحدة؟ لك تطلعي فيني منيح. أنا حازم اللي كنتي ما تقدري تعيشي بدونه. حازم اللي ربيتيه على إيدك مثل ما بتربي الأم ابنها. صحيح أنا طلعت عاق، بس الأم بحياتها ما بتتخلى عن ابنها. حازم انت شو صار لك؟ منظرك وحركاتك لفتت نظر الناس كلها عليك. شبك انت إلك مركزك، ما بصير تبهدل حالك هيك. هلأ صار حبي إلك بهدلة؟ علا، رح قلك كلمة تحطيها براسك. انتي إلي ومستحيل تكوني لحدا بهالكون غيري. طيب خلص امشي وصلني، وما بصير إلا اللي بدك اياه. ما أروعك. هي يا علا حبيبتي، خلينا نقعد شوي. بتتذكري أول مرة اختلفنا فيها كيف تصالحنا؟ طبعا بتذكر. الفضل للمرحوم عزار حبيبي. كانت أغنية شو قولك فينا نرجع نازلة جديدة على السوق. رحت اشتريت الشريط وقدمت لك إياه بدون ما أحكي معك ولا كلمة. والمسا لما رجعت ودقيت الباب فتحتي لي. يا الله على هديك اللحظة، ما بنساها بعمري. يمكن بلحظتها الزمن وقف بالنسبة لي. وحياة هالعيون ما رح خلي الدمع يزورن أبدا. قلتي لي يومها انك رح تحتفظي بالشريط، ويوم اللي بسمعك اياه رح تسامحيني شو ما كنت عامل. تتذكري هيك شيء؟ طبعا بتذكر، كل كلمة حكيناها محفورة بذاكرتي. وين الشريط هلا؟ ضاع. لا ما ضاع، انا اخذته يوم اللي افترقنا وضليت محتفظ فيه ليومنا هذا. هذا هو الشريط، لسه اسمي واسمك مكتوبين عليه. ليش أخذته؟ كنت بعرف انه يوم من الايام رح نرجع لبعض، ورح تلوميني وتعاتبيني ويمكن ما تسامحيني. لهيك فكرت اني اخذ الشريط لحتى اذكرك بوعدك. شكرا كتير. دير بالك على طريق الشام وانت سايق. انا بقيان باللاذقية اليوم، وماني نازل على الشام الا ورجلي على رجليك. ايه حازم، بس انا ما بقدر اترك. لا تحاولي علا، العمر قصير، واللي ضيعته منه وانا بعيد عنك ماني مستعد ارجع ضيعه هلا وانا قريب منك. تصبحي على خير يا حبيبتي. وانت بخير. دير بالك على حالك.
ناطرك هون لأطمن عليكي. قولي لي شو صار معك؟ ان شاء الله خير، ما في شيء، بس انا فارطه من تعبي ورجلي ما تحملوني، ما قادره احكي شيء. معقول أنا صار لي زمان ناطرك مشان تقولي لي تعبانة ومو قدراني أحكي؟ مهند الله يخليك لا تحملني فوق طاقتي، عم اقول لك فارطه من تعبي. طيب ما بدي أتعبك كثير، قولي لي شو النتيجة اللي وصلتوا لها؟ مع حازم بدك يعني اوصل لنتيجه؟ مستحيل. قلت لك هذا قدر، لا انت ولا انا فينا نهرب منه. علا لا تطلعي لي جناني، ها؟ ليه هيك عم تحكي؟ لا تنسي انك وعدتيني. وعدتك وكنت صادقه بكل كلمه قلت لك اياها، بس انا ما بدي اسمع كلمة بس. أنا كنت عايش لحالي ومرتاح، هجرت الدنيا وهجرت الناس، وفجأة جيتي أنت زرعتي عندي أمل وهلا بدك تقتلي. وحياة مهند اني بحبك، بس ما بدي اسمع ولا كلمة. أنا بحبك، أنت بتحبيني، المفروض ما يبقى ولا مشكلة. يا ريت الامور تكون سهله هيك. خلص مهند، اتركني فوت نام وارتاح، بكره بحكي لك كل شيء. وعد؟ وعد. بس أنا ما رح أروح من هون لحتى تقولي لي بحبك. بحبك. وأنا هالمرة ما بظن إني بحبك، أنا متأكد إني بحبك. شو جيت خالي؟ شو شايفني اجيت ولا ما اجيت؟ خالي الموضوع قارقني كثير ولازم تسمعني. خالي الله يرضى عليك مالي قدران احكي مع حدا، فوت نام والصباح رباح. ايالك ما اخذت من خالك غير النوم طب. الو. ايه يا ابني؟ شو عندي مواعيد اليوم؟ طيب اجل لي كل مواعيدي للمساء، كون صرت بالشام. الله يعطيك العافيه. حبيبتي انت هون؟ فوتي لجوا حطيت لك الشاي. مهند شو جابك لهون؟ صار لي اكثر من ساعتين ناطرك. ناطرني؟ مو قلتي لي تعال بكره لاحكي لك شو صار بيني وبين حازم؟ جيت مشان اسمعك. اهلين حازم. يا علا لا تقولي شيء، 10 دقايق وبكون عندك، مسافة الطريق. خلاص بنحكي. يلا باي. مهند روح بسرعة من هون، خير شو في؟ روح قبل ما يصل حازم. نعم؟ مهند الله يخليك لا تقول الا وصل، بعدين بشرح لك، ما في وقت هلا. لك شو جنيتي؟ هسترتي؟ منتبه على حالك شو عم تحكي؟ يا مهند ببوس ايدك روح هلا. بدك ياني اهرب لانه حازم جاي؟ بدك ياني اترك اللي بحبها لانه جاي واحد يشوفها وحاطط عينه عليها؟ ولا بدك ياني اخلي لكم الجو؟ انت مو عرفان حازم مجنون رسمي. انا ما راح اتحرك من هون لحتى واجهه. مشان الله مرق لي هاليوم على خير. هلا انت قولي لي الصراحه، بتحبيني ولا لا؟ مهند شو هالسؤال؟ لا تقول الا وصل. طيب فوتي لجوا.
وفاء شوفي الله يخليكي، مهند وحازم برا علقانين ببعض، بجوز تصير جريمه. ها فيقي سمير ومعتز خلينا نفكون. الله يخليكي. ايه خلص طولي بالك، هدي شوي. لوين؟ ما خسر. إذا جاي مشان التعزاية لسه ما بدت، وإذا جاي مشان شي تاني ما عاد إلك خبزة هون. شو فصيح ولك لسان تحكي؟ بعد من خلقتي بعد. بعد أحسن ما خليك عبرة لكل الضيعة. وإذا ما بعدت؟ لا، بدك تبعد غصب عنك. صباح الخير. صباح النور. خير، شو جايب لنا معك اليوم؟ جايب معي بريد سري وما حدا بيفتحه الا المعلم. سري؟ لازم نخبر المعلم عنه، ها؟ اكيد ضروري تحكي معه. لا يا سيد حازم طول بالك، يعني اللي ما بيعرفك بيجهلك. أنا برجي عم يعمل عنتريات والله لدفعه ثمنها غالي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بظن إنه هو يعني ما له دريان شو القصة. طول بالك سيد حازم. ألو، صباح الزفت اللي على خلقتك. شو في؟ ظرف شو مكتوب عليه؟ سري ويفتح بالذات. طيب افتح الظرف وقول لي شو فيه. اسمع، دفتر تليفوناتي عندك على الطاولة. ايه مكتوب عليه رقم بكفاح باللاذقية، اعطيني رقمه. قل لي شو مكتوب بالظرف؟ مين اللي موقع عليه؟ طيب أنا نازل على الشام وبشوف شو القصة. هلا معقول معلمنا اللي بحقق مع كل الناس يتحقق معه؟ الله يستر. إيه معقول شفيق وراها لهالقصة؟ شفيق؟ ايه شو دخلوا شفيق؟ لك هداك اليوم حكى لي كلام ملغوم، بينفهم منه انه عم يشتغل بمعلمنا. ليش هيك عملت؟ وشو بدك يعني أعمل يعني؟ شوفك رايحة معه وانبسط؟ شوفوا عم يتغزل فيكي وصفق له؟ كنت مرر هاليوم مثل ما مررت امبارح. امبارح أنا ندمان عليه كثير. كيف تركتك تروحي معه ما بعرف. علا فهميني، أنت إلي وحدي وما رح أسمح لجنس مخلوق يشاركني فيكي. يا مهند، حازم شخصية مريضة، أنا لازم سايره لحتى أأمن شره. هاد ما بيتعاند، لك بيصير مثل الثور الهايج بيدمر كل شي حواليه. أنا مو فارق معي كله ولا خايف منه. وعلي أنا ما بتخاف؟ طبعا بخاف عليكي، بس إنه حدا ياخدك مني لا. طيب اهدى وروق واسمعني شو بدي اقول لك. وحياة مهند ما بسامح حالي العمر كله إذا بصير لك شي. حازم واحد مشراني وناوي يأذيك، خليني أحكي معه بركي بمنعه من أذيتك. لك ما فشر هو واللي أعلى منه. مهند المشكلة ما بتنحل بالعياط ولا صريخ، أنت بوضع خطر، مالك مقدر هذا الشي؟ يا بتسمح لي شوفه وأحكي معه، يا بتبعد من الوش كم يوم لحتى نلاقي حل. ماشي، كرمالك رح بعد كم يوم من الوش، بس بشرط. شو هو؟ شوفك كل يوم وما تشوفي حازم أبدا. خلاص حاضر، امشي هلا وصلني وروح على الغابة محل ما التقينا، وأنا بمر عليك كل يوم. كرمالك
بس كرمالك. اسمعوا لك، بتروح بتشحط لي شفيق من ريف عيونه، اذا بيكون بحضن امه بتشحطه وبتجيب لي اياه لهون، مفهوم؟ حاضر معلم. نلح. وين الظرف؟ على مكتبك معلم. حدا شافه غيرك؟ ابدا. اسمع بسام، اذا بعرف انه حدا خبر شو في بهذا الظرف لسانك رح اصل لك اياه، سمعان؟ حاضر معلم. نلح. الو، احترامي معلم. حازم معلم. نعم نعم، خبرت معلم. معلم بس يبدو انه، طيب معقول يا معلم بتصدقوا واحد مثل هاد؟ لا لا، بس اكيد في غلط. لا حاشاكم حاشاكم. حاضر معلم، أنو ساعة. أمرك أمرك. صباح الخير. صباح الخيرات. لو بعرف انه بدي اشوف وشك كل يوم كنت هربت من زمان. جبت لك معي فطور، بس مالي من نية فيه. حزور مين بعت لك اياه؟ مين؟ سمير. سمير؟ يا هذا زمن غريب فعلا. عن جد غريب. حكاكي حازم؟ لا لا حكاني ولا حكيته. اكيد. مهند انا ما بكذب، كان فيني خبي عليك كل قصة حازم من اساسها، بس انا ما بعرف كذب. شو اعمل؟ جدبة ما بعرف كذب. انا والله مو قصدي ازعجك، بس شو؟ بس بصراحة قلبي مو مطمن، يعني اقول لك قلبي مطمن بكون كذاب. مو مطمن. وشو فيني اعمل لك لحتى تطمن وترتاح؟ تبعدي حازم من حياتنا، يختفي لحتى ارتاح. يا مهند حازم مانو بهالسوق، صدقني. حازم في جواته بذرة خير يمكن ما حدا بالكون كله شايفه غيري. انت يعني كيف شفتيها؟ لو كنت معي وهو عم يوصلني على بيت ابو علاء كنت عرفت كيف شفتها. مهند انا بعرف انه هذا الكلام بيزعجك وبيتعبك، بس انا ما بعرف اقول غير اللي حاسه فيه. لاني بعرفك هيك، كلماتك عم تنزل على قلبي مثل الرصاص. علا، والله العظيم بحبك. شبك خال في شيء؟ لا ما في شيء. يعني فيني احكي معك بموضوع؟ ما قدران احكي مع حدا، الله يخليك. خالي بوس ايدك، ما في حدا غيرك احكي معه، وانا بدي بس منك 10 دقايق. لك يا خال خود بكره مني 10 ساعات، هلا ما بدي حدا يحكي معي، بدي ابقى لحالي هيك. ماشي.
لكن انا فايت نام، بكره عندي نزله على اللاذقيه، عندي شغل ضروري. تصبح على خير. وانت من اهله. ادخل. احترامي معلم. شو وينه شفيق؟ تحت بالديوان معلم. انا قلت لك جيب لي اياه لهون مو للديوان. معلم انا جبته لهون بس معه قرار نقل لحلب وعم يحطه بالديوان. اها، وبفكروا بهذا القرار بيقدر يفلت من ايدي، ما هيك؟ شو هدول اللي بايدك؟ هدول التحاليل والصور اللي قلت لي جيب لك اياهم معلم. حطهم هون على الطاوله. وزير جيب لي شفيق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. يسلم الايدين. اهلا وسهلا. بصراحه انا بدي اطلب منك طلب. انت بتأمرني، تفضل. بس بتمنى انه يضل السر بيني وبينك وما حدا يدري فيه بنوب. شيء اكيد ولا يهمك. هلا علاقتك مع العقيد عزيز قويه، ما هيك؟ بصراحة كانت. ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ بصراحة صار لي زمان ما حكيت معه، بس مو مشكلة، قلي شو المطلوب. هو اللي حقق بموضوع ريم لما كانت عندي بالبيت، واكيد بيعرف كل التفاصيل. فبدي منك اذا بتقدري يعني، بس بدي اعرف مين اللي غلط مع ريم. اطمن مازن، ريم ما حدا لمسها ولا هي غلطت مع حدا. الموضوع كله لعبة ساووه عزيز وسمير بس لحتى يضروا مهند. بعدين مهند نفد من لعبتهم، فالموضوع ما عاد يهمهم بشي وتركوه. هلا صار لي شهور عم اتعذب وما عم نام من ورا لعبة عملها سمير وعزيز. للأسف هذا اللي صار، بس بظن انه هالحقيقة ريحتك، ما هيك؟ تفضل القهوة. بسام يا بسام. هالحيوان شفيق بعده عندك؟ ايه سيدي عندي، واعطاني هذا القرار نقل حتى توقع له اياه سيادتك. شو بده يهرب مني؟ إيه ما فشر؟ بتوقف لي اياه لهذا القرار، وبتحسب لي كم يوم غاب، وبترفع فيه بطاقة بحث قبل تاريخ هذا القرار، مفهوم؟ مفهوم سيدي، بس يا سيدي لا تبسبس لي، بتظبط التقرير وبتجيب لي اياه لحتى وقعه، وشفيق بتستضيفوه عنكم كم يوم لحتى ننظر بأمره. حاضر سيدي. ليش ساكتة؟ أنا مسافرة بكرة على الشام. شو؟ خلص العزا، وهيفا وأهلها مسافرين بكرة كلهم. شلون بدي أبقى؟ بتبقي عندي بالكوخ، أو إذا بدك بستأجر لك باللاذقية. مهند لا تحكي كلام من فوق الأساطيح. أنا ساكنة بالشام، بيتي وحياتي وشغلي وأهلي ورفقاتي كله هنيك. وحازم هنيك كمان، ما هيك؟ ما رح رد عليك لأني بعرف ظرفك كتير منيح. لو فعلا تعرفي ظرفي ومقدرتيه ما بتتركيني وبتروحي. علا أنا محتاجك. وحياة مهند مو بإيدي. أنا قلت لك مرر هاليوم على خير ولا تصطدم بحازم، ما رديت علي. لو عملت مثل ما قلت لك كنت هلأ سافرت أنا على الشام وأنت لحقتني بكرة وشفتني هنيك. وهذا اللي رح ساويه. إن شاء الله مفكرة إنه جعجعته رح تخوفني. حازم ما بيجعجع، حازم بيفعل. علا شو عم تحكي؟ أنت هيك بترمي الكلام بدون ما تفكري؟ عم تدافعي عنه قدامي بدون ما تفكري كلامك هاد شو عم يساوي فيه؟ أنت عم تغرزي سكين جواتي بدون ما تحسي وتقولي لي صراحة صراحة. هي الصراحة. الظاهر رح نبتدي نغلط ببعض. أنا رح أمشي قبل ما تغلط أكثر. استني.
إذا اشتقت لك وحبيت شوفك بالشام، كيف بقدر شوفك؟ رقم موبايلي معك، حاكيني بس توصل. دير بالك على حالك. تفضلي هويدا، تفضلي تفضلي استريحي هون. اهلا وسهلا، انا رح اسوي لك قهوه. تعا، ما بدي اشرب قهوه ولا شيء، جاي اعطيك هدول وامشي. شو هدول؟ خد هدول المصاري، مش عم تحجز التيكت. لا حبيبتي مستحيل، انا بدبر حالي ما فيني. لك خد، ما في حل عنا غيره، بعدين ما في فرق بيناتنا، ما هيك؟ اكيد يا عمري ما في فرق بيناتنا. خد حبيبي، بكره بتحجز التيكت وبس تعرف موعد السفر بتخبرني، ماشي؟ ماشي مثل ما بدك. طيب قدر اسوي لك شيء لا تشربي؟ لا لا ما بقدر اخذ، هلا حازم بيجي بيعمل لي تفقد دخيلك، ما بدي مشاكل، يلا باي حبيبي. باي يا عمري باي. مع السلامه هويدا. تفضل. مساء الخير لينا. اهلين سيد حازم. اوعك تقلي انك جاي تطمن على عمار. هذا اولا، بس في شغله تانية. وشو هي بقى؟ انا اجريت اتصالاتي مع الشرطه قبل ما اجي لهون، ووعدوني انهم يطالعوا امجاد اول ما يرجع المبلغ اللي مختلسه. والمطلوب مني صدقك؟ اطلبي البرهان اللي بدك اياه، وانا مستعد اثبت لك صدقي. ابني حازم، انا ما بيهمني شي بالكون كله غير ابني. بدي اياك تفرج لي عن اوراقه لحتى اقدر سفره لبرا واعمل له العمليه. رح افرج لك عن اوراقه، ومو بس هيك، رح افرج عن الدكتور خالد كمان. منيح هيك؟ شو هالكرم اللي نزل عليك فجأة سيد حازم؟ اكيد مو لله بالله بدك تعمل كل هالقصص. شو بدك بالمقابل؟ لينا، لا يكون ظنك عاطل فيني. أنا اللي ساويته واللي رح ساويه هو بحكم الصداقة وبس، مو لأي غرض تاني أبدا. ماشي، رح حاول صدقك. وبحكم الصداقة اللي بيناتنا، اللي شو بدك مني؟ لينا، بتمنى هالمرة تصدقيني. صحيح أنا أحيانا الظرف كان يحطني بوضع إني راوغ وناور، بس هالمرة أنا عم بحكي عن جد. أنا بحبها لعلا وبدي إياها. شو المطلوب مني؟ علا لفترة متغيرة، ما بعرف، حاسس إنه في حدا بحياتها عم بيلعب لها بعقلها. إذا كنت قاصد إنه أنا يا سيد حازم فبتكون كتير غلطان. بكذب عليك إذا بقول لك ما حاولت، بس عبس، لأنه البنت لساتها بتحبك. هي هيك قالت لك؟ إيه هي هيك قالت لي، وقالت لي كمان إنه لساتها مقتنعة إنه في جواتك بذرة طيبة. لينا، أنا أبداً مو مثل الصورة اللي راسمتي لي إياها بذهنك. أنت ظالمتيني كتير. بيقولوا إنه المي بتكذب الغطاس. نفذ وعودك لحتى صدق كلامك. رح نفذ وعدي، بس وعديني إنك تكوني بصفي لما بتحكي مع علا. بالأول ورجيني هالبذرة الطيبة اللي فيك لحتى أقدر أحكي فيها. بكرة رح تتأكدي من صدق كلامي. يلا بخاطرك. الله معك. احذري مين قاعد بالعزا برا. مين؟ مهند. مهند؟
شو جابه هلا؟ ما بعرف، بس شكله تعبان كتير وقاعد لحاله. طب ديري لي بالك على مايا بس لا اطلع شوفه. يلا. حدا سأل عني شيء؟ ابدا يا معلم. روح ابعث لي ورا الدكتور خالد. حاضر يا معلم. الو. علا، يا ريت ما تسافري. ما بقدر مهند، لازم سافر، وانت لازم تجي لعندي على الشام، ما هيك؟ وحازم؟ شو بدك بحازم؟ حازم الماضي وانت المستقبل. نياله اخذ الماضي، والمستقبل إلك. المستقبل مو ملكك لتعطيني اياه، المستقبل ملك القدر، هو اللي بيتحكم فيه. طيب الحاضر إلك. مشان هيك تاركتيني ورايحه لعنده؟ أنا مو رايحة لعنده، أنا رايحة على الشام. نفس الشيء. مهند، أنا فرطت وتعبت وأعصابي ما عاد تتحمل. خلاص بوعدك اني ما بقى اتعبك وما عاد تكون ضيف ثقيل على حياتك. لما بتحسي انك لازم تشوفيني تعي. الله معك. مهند، الله معك. اهلا وسهلا. اهلا بالدكتور. مع انه عتبي عليك كبير كتير، يعني شاب مثلك مثقف ومتعلم معقول يورط حاله هيك ورطات قاتله؟ ليش واقف؟ شرف اقعد. أنا ما عم بفهم الورطة وين. يعني هي الجمعية اللي جبت الموافقة منها معروفة بالكون كلياته بخدماتها الإنسانية. بعرف، وأنا استقصيت عن الموضوع منيح وتأكدت من صدق كلامك، والفضل كله طبعا بيرجع للمدام لينا. ها، شكرا لك وإلها. هلا عندك شوية إجراءات بتساويها وبتتيسر. بدي إياك تطلع على المشفى وتسلم لي على المدام لينا وتطمني على ابن عمار. شكرا مرة ثانية. صحيح، قبل ما أنسى، أنا جبت نتيجة التحاليل والصور ليكم موجودين على الطاولة إذا حابب تطلع عليهم. شبك، شو في؟ ليش هيك انخطف لونك؟ أنا برأيي نعيد التحاليل بمخبر تاني. ليش؟ نطمن أكثر. بس هذا المخبر أنت دللني عليه. احكي شو في؟ هلا إن شاء الله يكون في غلط، بس مثل ما مبين معي هون. احكي شو في؟ يمكن نضطر ناخذ خزعة منك. قصدك معي؟ إن شاء الله تكون الأمور سليمة. لك فشرتوا. انتوا بدكم تضحكوا علي، بدكم تحطموني. لك أنا حازم اللي بيخوف وما بيخاف. حازم اللي بيخوف وما بيخاف. لك أنا حازم بيك، أنا حازم بيك.
فرح؟ طبعا فرح. ليش في حدا غيري بيجي لعندك؟ لا ابدا. يا ظالم، اسبوع ما بتحكي معي ولا بتسأل عني. معقول قلبك شو قاسي؟ اذا ما بدك يعني شو ساوي لك؟ هلا انا هيك قلت لك؟ قلت لك انه حياتي مع بنتك رزان رح تكون صعبة. رزان راكبك عفريت اسمه رزان، ولك هي بنتي بدك يعني يتخلى عنها؟ كيف بدي يتخلى عنها؟ استغفر الله العظيم، ما بدنا نخلص من المشاكل. انا مو هيك قصدي، قلت لك طول بالك شوي، منه بنكون قربنا من بعض شوي، ومنه بتكون كبرت رزان وعرفت شو يعني خالي مرت اب. انا هذا الحكي ما بفهمه. يا هلا بنتجوز يا كل واحد منا بيروح بطريق. كثير سهل عليك انه كل واحد يروح بطريقه. نيالك لك انا حتى التفكير بهذا الموضوع ما بسترجي افكر فيه. عن اذنك. لوين؟ الفراق بس نقدر نفكر فيه، نكون قادرين ننفسه. مهند، انت قادر تتخلى عني وتعيش بدوني؟ فرح لا تحملي كلامي معنى انا ما كنت قصده. كلامك ما بيحمل الا هذا المعنى. انا اسف، ما كان قصدي ازعجك. انا هلا مسافره، بس ارجع بنحكي. أرجوكي ما تسافري كرمالي. أنا حتى لو سافرت أنت بتبقى بقلبي معي. بحبك. بحبك.
الو. علا، أرجوك تعي، أنا ما بقى لي خيرك. الو الو الو. لا الحمد لله، اموره منيحه كثير، ما في شيء بخوف. شكرا دكتور. انا اسف اللي فياتك مثل هذا الوقت، بس بصراحه ما قدرت استنى للصبح حتى اطمن على عمار. لهيك اول ما طلعت من عند حازم بيك قلت لحالي بيجي بطمن عنك وعن عمار. الله يقدرني يرد لك كل هالجمايل يا دكتور. هالمرة صدق بوعده حازم وطالعك فعلا. صحيح، قال لي انك تدخلتي وانه بيعرفك. انا ما سالته، قلت لحالي بفهم منك. ما تشغل بالك، ما في شيء مهم. أهم شغلة هلا إنك رجعت لنا بالسلامة. الله يسلمك. بكل الأحوال أنا من بكرة الصبح رح أرجع أشتغل على أوراق طلعت عمار على بريطانيا. إن شاء الله ما يرجع يعطل الأوراق السيد حازم مرة تانية. لا اطمني، ما رح يعطلها أبدا. أوف، من لك هالثقة.